أول ما جيت هنا كنت فاكر إن أصعب حاجة في إيجار البيت هي اللغة أو السعر، كنت بدخل أي بيت أبص على التشطيب، وسع الصالة، ألوان الحيطان. تفكيري كان مصري جدا، بدور على الشياكة. بس بعد أول موسم مطر اكتشفت إن المعايير دي ممكن تلبسك في حيطة. البيت هنا مش مجرد مكان شكله حلو، ده نظام دفاعي، ولو ما فهمتش النظام ده بيشتغل إزاي هتدفع التمن غالي. مش فلوس، إنما راحة بال وأمان. في الفيديو ده مش هقولك أسعار الإيجارات، أنا هقولك على الكتالوج اللي لازم تبص فيه قبل ما تمضي العقد. زمان لما كنت ادخل البيت والاقي السقف عالي زيادة عن اللزوم كنت بقول ان دي منظره، ليه اعمل سقف ارتفاعه 4 او 5 متر؟ ما هو مكلف في البناء والتكييف بتاعه هيبقى صعب. بس لما عشت هنا وفهمت يعني ايه رطوبه، فهمت ان السقف ده هو الرئه بتاعه البيت. الهواء السخن بيطلع لفوق ويسيب لك تحتيه مساحه تقدر تتنفس فيها. البيوت هنا متصممه علشان تتعايش مع الجو، مش علشان تحاربه. فاول نصيحه ليك، ارفع راسك فوق، لو حسيت ان السقف واطي اهرب. البيت المكتوم هنا بيخنق صاحبه مهما كان التكييف عالي. تاني حاجة كنت مستغرب لها وكانت بتستفزني جدا هي العتبات والمطالع العالية. كنت بشوف جراج العربية طالع بميل عالي جدا لدرجة إن أنت تحس إن العربية طالعة على جبل. كنت بسأل نفسي ليه العذاب ده؟ طب ما هم المفروض يساووا البيت بالشارع. بعد أول موسم أمطار عرفت الإجابة. الشارع هنا ملك للمطر، والمقاول الشاطر بيحترم المطر جدا فبيرفع البيت عنه. الارتفاع مش ديكور إنما أمان. النصيحة التانية، بص تحت رجليك، شوف البيت أعلى من الشارع بقد إيه. لو البيت مساوي للشارع اعرف إن أنت في خطر أول ما السما تغيم. ولو لقيت الجراج عالي اعرف إن اللي بنى البيت ده كان خايف عليك. وأنا بتمشى في الشوارع كنت بشوف يافطات ملونة، أنا كنت فاكرها الأول دي إعلانات أو إرشادات مرور، لغاية ما ركزت فيها واكتشفت إن دي خرايط بتقولك هتروح فين لو حصل فيضان. دي معلومة السمسار مش هيقولها لك، هو عايز يأجر وخلاص. انزل اتمشى في المنطقة اللي انت هتأجر فيها الصبح، وشوف العلامات اللي موجودة في الشارع. بص على بوابات الحي، هل هي بوابات شكلية ولا بوابات بتتقفل فعلا وليها نظام وحراسة؟ لأن الكومباوند أو المجمع السكني هنا مش بيكون برستيج، إنما بيكون تنظيم وخدمات وأمان ليك ولأسرتك. إن أنت تختار بيت في الغربة ده مش زي اختيار شقة مصيف، أنت مش جاي تتفسح، ما تختارش منظر، أنت بتختار حصن. لما تيجي تأجر لازم ترتب أولوياتك صح. أول حاجة الأمان من المية، البيت عالي والمنطقة ما يكونش ليها تاريخ وحش مع الفيضان. وبالنسبة للحر والرطوبة لازم التهوية تيجي من السقف العالي واتجاه الشمس. ناحية الأمان الجيران والبوابات والحراسة، وتتأكد إن في أمن موجود. بعد ما تطمن على كل ده يبقى بص بقى على شكل المطبخ وعلى لون السيراميك وعلى الديكورات التانية. البيت هو المكان الوحيد اللي بترجع له عشان تفصل عن دوشة العالم وتحديات الغربة. ما تستخسرش مجهودك في إنك تختار صح. خد وقتك وبص على التفاصيل اللي مش بتبان في الصور. قولولي في التعليقات إيه أغرب حاجة لفتت نظركم في بيوت أندونيسيا، أو إيه الغلطة اللي انتوا عملتوها لما جيتوا تأجروا بيت للمرة الأولى، لأن تجاربكم دي هي اللي ممكن تنقذ حد لسه واصل جديد.